هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 27 من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار يعقب ذلك فاصل غنائي، وكالعادة نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص الجزء الأول لتناول الوضع في إريتريا بتقديم تعليق تحت عنوان إريتريا 28 عاما تحت القيد. وفي الجزء الثاني نقدم لكم تعليقا تحت عنوان هل بات السودان ساحة صراع إقليمي جديدة، وهو لجوناثان ماركوس مراسل الشؤون الدبلوماسية والدفاع للبي بي سي. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. دول غربية تطالب بضرورة الإسراع في نقل السلطة في الخرطوم. رئيسة وزراء بريطانيا تحدد موعد استقالتها. استقالة الفريق مصطفى محمد من المجلس العسكري السوداني. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. طالبت الدول الغربية بنقل السلطة إلى حكم مدني في السودان، معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة. وكانت المحادثات بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير إثر خلاف حول تشكيلة مجلس سيادي يدور شؤون البلاد. وأعلنت الترويكا الغربية التي سبقا قامت بوساطة في نزاعات السودان في بيان جديد: يحتاج السودان وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار، وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل. وأضافت أن أي نتيجة لا تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الأساسية مع المدنيين لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني. وأوضحت المجموعة التي تتكون من 3 دول أن ذلك سيؤدي إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا التعامل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان. وأضاف البيان: نحض الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي. وسبق أن دعت واشنطن باستمرار إلى حكم مدني في السودان منذ أطاح الجيش بالبشير في 11 من أبريل الماضي، بعد أشهر من تظاهرات عمت البلاد طالبت بإنهاء حكمه. وفي هذه الأثناء طالب تحالف قوى الحرية والتغيير بإضراب عام وعصيان مدني حتى انتقال السلطة إلى إدارة مدنية. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. أفادت البي بي سي بأن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت أنها سوف تستغل في 7 من يونيو المقبل تمهيدا لانتخاب رئيس وزراء جديد. وفي بيان عاطفي في 10 داونينغ ستريت قالت ماي: بذلت قصارى جهدي لتحقيق نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنها ستبقى نادمة لأنها لم تتمكن من تنفيذ اتفاق الخروج المعروف باسم البريكزيت. وتعرضت ماي لضغوط للاستقالة بعد اعتراض من أعضاء حزبها المحافظين على خطتها الأخيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورفض البرلمان البريطاني منذ يناير الماضي خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي اقترحتها ماي 3 مرات، ذلك قبل أن تفشل في التوصل للتسوية مع حزب العمال للمرة الرابعة. وتشير توقعات إلى إمكانية تولي عمدة لندن السابق بوريس جونسون رئاسة الوزراء، لأن حظوظه تبدو أكبر للفوز في ظل حالة الانقسام في حزب العمال المعارض. وكان جونسون قد وعد بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول شهر أكتوبر المقبل في حال التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
أكدت مصادر إخبارية في خرطوم أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق مصطفى محمد مدير الاستخبارات العسكرية السابق تقدم باستقالته من منصبه إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان من دون توضيح أسباب الاستقالة. وتأتي هذه التطورات عقب تعثر المفاوضات النهائية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الاتفاق على المجلس السيادي الذي سيقود البلاد في المرحلة الانتقالية. وكان المجلس قد قبل في وقت سابق استقالة 3 من أعضائه، هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر. ومن ناحية أخرى أفاد المجلس بأنه تم تعيين الفريق جلال الدين إبراهيم مسؤولا للجنة الأمنية في المجلس. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. دول غربية تطالب بضرورة الإسراع في نقل السلطة إلى المدنيين في الخرطوم. رئيسة وزراء بريطانيا تحدد موعد استقالتها. استقالة الفريق مصطفى محمد من المجلس العسكري السوداني. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي. كنا قد وعدنا في الأسبوع الماضي بمتابعة تغطية احتفالات البلاد بأعياد الاستغلال المجيد 28، ولأسباب فنية وحتى إعداد هذه الحلقة في ظهيرة يوم الجمعة لم يتم تقديم خطاب الرئيس السياسي أفورقي السنوي، وانشغل التلفزيون الإريتري في الفترة الصباحية في إجراء لقاءات مطولة مع المواطنين حول معنى الاستقلال، وبالتأكيد تكون الإجابات في هذه الحالات معروفة سلفا. هذه إذاعة إيرينا. يعتبر خطاب الرئيس السياسي أفورقي السنوي حدثا يستحق الانتظار، رغم أن الجماهير سئمت وملت الوعود والتبريرات والتنظير الفارغ حول سياسات القوى المعادية والتكرار الممجوج لنظرية المؤامرة وكيل الاتهامات إلى ويان تيغراي باعتبارهم الخصم التاريخي لإريتريا، وأنهم يسهرون الليل والنهار ليكيدوا لإريتريا ويعرقلوا مسيرتها الظافرة تحت راية الرئيس الملهم إسياس أفورقي. وكانت خطابات السنوات الماضية مكررة بأشكال وألوان جعلت الشعب الإريتري ينصرف عن الاستماع إليها بعد الدقائق الأولى لمعرفته بتوجه الخطاب نحو تأكيد الصمود الأبدي ضد المؤامرات رغم الظروف الحياتية الشاقة التي وضع إسياس أفورقي الشعب الإريتري فيها، فإنه لا يستحي من مطالبة الشعب بالمزيد من الوحدة والعمل للتصدي لمؤامرات الأعداء، ناسيا أن حبل صبر الشعب يكاد ينقطع. وسنوافيكم بتغطية ومتابعة لخطاب الرئيس السنوي في برامجنا المقبلة، لكننا نود في هذه الحلقة أن نشير إلى الظروف التي تحتفل فيها البلاد بعيدها 28، وهي محطات يجب التوقف عندها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المحطة الأولى: يجيء احتفال هذا العام بعد توقيع اتفاق سلام مع إثيوبيا لا يعرف الشعب الإريتري عنه إلا القليل، إذ أن هذا السلام لا يعرف اتفاقاته وخططه سواه ومستشاره يماني جبراب، واشتملت الاتفاقات على فتح الحدود والتبادل التجاري والتعاون الإقليمي والتعاون في مجالات النقل البحري والجوي إلى آخره من القائمة الطويلة التي ترد في الاجتماعات الثنائية. ولكن على الأرض قامت إريتريا بقفل الحدود مع إثيوبيا بشكل تام، ومنعت دخول السلع التي خففت من وطأة الظروف الاقتصادية على البلاد. وبعد أن نجح الألوف من الشباب والأسر من الخروج من البلاد بعد فتح الحدود مباشرة، حيث قدرت مفوضية اللاجئين بأن الذين خرجوا من إريتريا وصل عددهم إلى 70,000 في الأشهر الثلاثة لفتح الحدود. الآن وبعد ما يقارب العام على اتفاق السلام، يبدو أنه دخل في غيبوبة قبل إعلان موته النهائي، إذ أن هناك خلافات عميقة داخل إثيوبيا نفسها وبين إثيوبيا وإريتريا من ناحية أخرى، لأن إريتريا ترى أن شريكها في السلام أبي أحمد يفقد السيطرة على زمام الأمور يوما بعد يوم،
وأن أعداء إريتريا قد ينجحوا في قتل السلام المزعوم، وهذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة. هذه إذاعة إرنا. المحطة الثانية على مستوى العمل المقاوم، نجح حراك كفاية ولأول مرة في لفت نظر الداخل الإريتري والتفاعل معه عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى منع خدمة الإنترنت في البلاد وحصرها في المسؤولين الكبار في الدولة. وشهدت مدن كرن وتسني كتابات على الجدران تطالب برحيل النظام ورأسه المستبد، وقامت السلطات المحلية مباشرة بإنذار السكان المحليين بأن كل من يوجد على جدار منزله كتابة مناهضة للحكومة سيعاقب بغرامة مقدارها 5000 نخفة ويتعرض للمساءلة القانونية. ويعتبر هذا تطورا نوعيا مهما في التعبير عن حالة الاستياء العام داخل البلاد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المحطة الثالثة، إضافة إلى ما سبق فإن التحوطات الأمنية هذا العام غير مسبوقة، حيث تشهد العاصمة والمدن الكبرى تواجدا كثيفا للجيش، والذي تم نقل بعض وحداته من جهات بادمي وبوري والتي قضى فيها حوالي 10 سنوات، ونقلها خاصة إلى مدينة أسمرة. وضمن هذه التحركات تم تضييق الحصار على حي أخرية في أسمرة بشكل خاص، مخافة أن تندلع انتفاضة أخرى كالتي شهدها شهر أكتوبر من عام 2017 والتي قادها طلاب مدرسة الضياء الإسلامية، والتي عدت كأول عمل جماهيري مقاوم ضد الحكومة، وكشفوا لأول مرة أن القبضة الأمنية للحكومة هشة وقابلة للكسر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المحطة الرابعة هي الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السوداني والحراك الشعبي في الجزائر، واللذان جاء مكملين للربيع العربي والذي تخاف أسمر من نتائجه. ولكن الآن الثورة أصبحت على الأبواب، وأن ذلك يدفع الشعب بكل فئاته للتساؤل حول إمكانية الخروج من دائرة الاستبداد. وأخيرا، المحطة الأخيرة هي التحالفات الدولية، والتي تشهد حربا مكشوفة بين السعودية والأمارات من جهة وقطر وتركيا من جهة أخرى، وهي حرب إعلام وتشويه متبادل ودعم للحلفاء وهجوم ضد الخصوم. وتقع الحرب في اليمن شرقا وتمتد حتى دارفور غربا، ومن القاهرة شمالا وحتى جوبا جنوبا. وإريتريا لا تخرج عن الدائرة الملتهبة وتحاول اللعب على كل الحبال، خاصة مع تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية واحتمال اشتعال المنطقة. وفي ظل هذه التحولات المحلية والدولية، يبقى العامل الحاسم والقاطع هو صوت الشعب الإريتري ضد الظلم والطغيان. والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاشت إريتريا حرة أبية خالية من الاستبداد والظلم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى الجزء الأول من حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث، وكانت تحت عنوان إريتريا 28 عاما تحت القيد. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونخصص الجزء الثاني لتناول الأوضاع في السودان، وذلك بتقديم تقرير لجوناثان ماركوس مراسل الشؤون الدبلوماسية والدفاع للBBC، وهو تحت عنوان هل بات السودان ساحة صراع إقليمي جديدة؟ ويقول فيه جوناثان ماركوس: منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية فيما عرف بالربيع العربي في الشرق الأوسط قبل نحو 8 سنوات، والمنطقة تخوض غمار تغيير عميق. في بعض الحالات لم تواجه الأنظمة الاستبدادية تحديات حقيقية، وفي أخرى واجهتها ولكنها استعادت وضعها بوتيرة سريعة كما حدث في مصر، أو بوتيرة أقل سرعة وبشكل جزئي كما هو الحال في سوريا. ولكن الفوضى والدماء في سوريا تأثرت بدرجة كبيرة بالتدخلات الخارجية. وثمة الآن خطر يكتنف الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية في المنطقة، لا سيما في السودان،
بأن تتأثر التحولات فيه كثيرا بتدخلات خارجية، ولا يعني ذلك القول أن السودان يوشك على الدخول في صراعات طائفية مريرة على غرار سوريا، ولكن العديد من العوامل التي تشكل ملامح الشرق الأوسط المعاصر هي الآن حاضرة في السودان، وأبرز تلك العوامل يتمثل في تنامي دور السعودية التي تخوض وحلفائها في الخليج حربا متعددة الجبهات لكسب النفوذ على حساب قطر وتركيا على وجه الخصوص، وغذى الغياب القوي للولايات المتحدة كلاعب دبلوماسي جاد هذا التنافس الإقليمي، ومكان أمريكا بشكل جزئي حلت روسيا التي توسلت بتدخلها في سوريا لاستعادة مقعدها على طاولة الشرق الأوسط الدبلوماسية. قليل من الإصغاء لأصوات المحتجين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أخذت السعودية إلى حد كبير زمام المبادرة الدبلوماسية، وقدمت مع الأمارات مساعدات مالية للسودان تضمنت ضخا نقديا فوريا وشحنات متواضعة من وقود وغذاء وأدوية، واستضافت أبو ظبي محادثات بين مختلف الجماعات المسلحة حول ترتيبات سياسية مستقبلية. كما لعبت مصر حليفة الرياض الأساسي دورا عبر استخدام نفوذها الدبلوماسي في الاتحاد الأفريقي، بينما تبدو السعودية داعمة لجنرالات السودان، فإن تركيا وقطر تبدوان أقرب إلى دعم الإسلاميين هناك. ويجب التأكيد على أن أي من تلك الأطراف الخارجية لا يهتم لأصوات الشعب المتظاهر على الأرض ولا لتحول ديمقراطي حقيقي في السودان، وتتحدث كل الأطراف عن رغبتها في الاستقرار، ولكن الواقع يشهد صنفين من الاستبدادية يحاول كل منهما الدفع بأنصاره إلى مواقع يستطيع من خلالها السيطرة على مستقبل الخرطوم. وغير السودان اتجاهاته بشكل كبير، وبالعودة إلى الوراء 10 أعوام قبل أن تهب عواصف الربيع العربي، كانت واشنطن تنظر إلى السودان كدولة راعية للإرهاب، ولم يكن السودان هدفا لعقوباتها بسبب سلوكيات حكومته في دارفور فحسب، وإنما كان السودان هدفا لهجوم صاروخي أمريكي. وكان ينظر إلى السودان كصديق للإسلاميين ولإيران، حتى تمكنت السعودية في وقت لاحق من تشجيع على الدخول في ائتلاف سني واسع. وليس مصادفة أن يشارك الجيش السوداني بقوة في حلف السعودية في حملتها المثيرة للجدل في اليمن، ولكن ثروات السودان بعد ذلك باتت أقرب إلى أيدي المتطلعين إليها. وفي مارس 2018 أبرمت تركيا والسودان صفقات لتنمية ميناء سواكن على البحر الأحمر وتدشين قاعدة بحرية تركية هناك. وكانت قطر أول ملاذ لجأ إليه الرئيس السابق عمر البشير عند عودة الاحتجاجات في يناير الماضي، ولكن يبدو أن حلف السعودية بات على صدارة المشهد. المستمعين والمستمعات الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى تقرير جوناثان ماركوس مراسل الشؤون الدبلوماسية والدفاع في الBBC، وهو تحت عنوان هل بات السودان ساحة صراع إقليمي. هذه إذاعة إرينا. غياب القوى الكبرى المعتادة. سيظل الكثير من الأمور مرتهنا بشجاعة الشعب المتظاهر في الشوارع، وليس ثمة قالب جاهز من الخارج للسودان، ولكن مسار هذه الأزمة ملهم، ولم يظهر اللاعبون الدوليون الكبار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما إلا كلاعبين احتياطيين، ويرجع ذلك إلى حد ما إلى غياب قوة عظمى قادرة على التأثير في سياسات المنطقة. إن إدارة ترامب ببساطة لا تعطي اهتماما كبيرا للسودان، وقد بات الانسحاب الدبلوماسي هو سمة الواقع الراهن، ولا تهتم واشنطن كثيرا بمنطقة الشرق الأوسط، وتظهر جليا رغبتها في تقليص وجودها العسكري بقدر الإمكان. وإذا كانت الولايات المتحدة تحتفظ بقوات في سوريا، فإنه يتعذر القول إنها تسيطر على المستقبل الدبلوماسي للبلاد. ويعتبر العديد من المعلقين عدم اهتمام واشنطن بما يجري في السودان بمثابة فرصة ضيعتها الولايات المتحدة كانت كفيلة بقيادة عملية دبلوماسية قد تسهم في رسم مستقبل السودان. ويستبعد البعض أن يمضي ترامب ضد مصالح حلفائه السعوديين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى
ضمن الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث إلى تقرير لجوناثان ماركوس مراسل الشؤون الدبلوماسية والدفاع في BBC تحت عنوان هل بات السودان ساحة صراع إقليمي. هذه إذاعة إرنا. على المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في إعادة لموجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. دول غربية تطالب بضرورة الإسراع في نقل السلطة إلى الخرطوم. طالبت كل من الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا الانتقال إلى حكم مدني في السودان، معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة في البلاد. رئيسة وزراء بريطانيا تحدد موعد استقالتها. أفادت BBC بأن تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت أنها ستستقيل في 7 يونيو المقبل تمهيدا لانتخاب رئيس وزراء جديد. استقالة الفريق مصطفى محمد من المجلس العسكري السوداني. أفادت مصادر مطلعة من الخرطوم أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق مصطفى محمد مدير الاستخبارات العسكرية السابق تقدم باستقالته من منصبه إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان دون إبداء أسباب للاستقالة. هذه إذاعة إرنا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل ختام فقرات برنامجنا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم من محدثكم فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.